الجراحة تقتصر على بعض الأشياء التي نسميها علامات الخطر. عندما يكون لديك ألم في الرقبة يمتد إلى ذراعيك أو ساقيك مما يسبب أي خد أو ضعف، أي ألم في أسفل الظهر يمتد إلى الذراعين والساقين، حيث لا يستطيع المريض المشي ولا يوجد توازن في المشي. هذا هو ما أعنيه عندما أقول المشي. نمط المشي يتغير وهناك فقدان للسيطرة على البول أو البراز الذي يمرره، سواء كان هو أو هي. عندما يظهر المريض بمثل هذه الأعراض يجب علينا التفكير والقيام بشيء يتجاوز ذلك. حسناً، هناك شيء يحدث بشكل كبير. قد يكون هناك أي شيء. إذا كان هناك عدوى في العمود الفقري. نحن في دولة نامية حيث السل الذي يعد العدوى البكتيرية الأكثر شيوعاً في العمود الفقري، ونحن شرطة وهناك عدوى بكتيرية أو فطرية أخرى يمكن أن تحدث أيضاً في العمود الفقري. لذلك نحب أن ننظر في هذا الجانب. هذا هو جانب واحد. الجانب الثاني هو أي شخص لديه حالة تنكسية. هناك تآكل وتمزق كبير يحدث في العظم. أي تنكس أو تآكل في القرص يسبب ضغط العظم على العظم المجاور. وأحياناً ما يحدث هو أنه يمكن أن يحدث انزلاق في العظم، والذي نسميه انزلاق الفقار. لذلك هذه هي الحالات التي تستدعي الجراحة. لذلك أي عدوى أو أي نوع من عدم الاستقرار الذي يسبب الألم في أسفل الظهر أو في الرقبة يجب أن يستدعي الجراحة. بخلاف ذلك، ماذا يمكننا أن نفكر فيه؟ أي أورام في العمود الفقري. لذلك هذه هي الحالة التي تستدعي بالتأكيد الجراحة. بخلاف ذلك، لدينا حالة أخرى نسميها التشوهات. عندما نتحدث عن التشوهات في الأطفال، فإن أكثر التشوهات شيوعاً التي نواجهها هي الجنف. عندما أقول الجنف، فهو تشوه على شكل حرف اس يحدث في الطفل. يمكن أن يكون خلقياً، والذي يمكن أن يكون منذ الولادة. النوع الأكثر شيوعاً هو مجهول السبب. عندما أقول مجهول السبب، فإن السبب غير معروف. تقريباً من 80 إلى 85% من الوقت يكون السبب غير معروف، وخلال فترة النمو السريع يزداد التشوه الذي رأيناه بشكل كبير في الشدة، وهذا هو الوقت الذي يتطلب فيه الأمر الجراحة. أي تشوه أو انحناء يتجاوز 45 إلى 50 درجة يتطلب بالتأكيد جراحة لمنع المزيد من التقدم. إذا كنت ترى في سن معينة مثل حوالي 12 عاماً أنك ترى انحناء يبلغ تقريباً 55 إلى 60 درجة، فهناك احتمال كبير أن يتقدم الانحناء، ومن ثم نحتاج إلى التدخل. مرة أخرى، جراحات الحدب التي نسميها الحداب شائعة في الأطفال وكذلك في البالغين. في الأطفال لدينا أنواع مختلفة من الحداب التي تحدث. في البالغين يكون ذلك بشكل رئيسي بسبب التغيرات التنفسية التي تحدث. لذلك هذه الحالات بالطبع تتطلب الجراحة مرة أخرى. ننتقل إلى النقطة الأخيرة. في الهند، بالنظر إلى عدد حوادث المرور التي تحدث في أي سيناريوهات صادمة، حيث يوجد نوع من الأضرار في الحبل الشوكي، وتتوقع أن ذلك قد يتفاقم إذا كانت هناك كسور غير مستقرة، أو إذا كانت الحالة غير مستقرة بشكل عام، يجب علينا بالتأكيد التدخل في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من استعادة المحاذاة الطبيعية للعمود الفقري، وجعل الشخص يعود للوقوف على قدميه ويعيش حياة طبيعية. إذن هذه هي الحالة. آلام أسفل الظهر المزمنة بشكل عام لا يوجد دليل على أنها تتطلب أي نوع من التدخل الجراحي. أي آلام مزمنة في أسفل الظهر، أي أننا لا نعرف أو نفهم السبب. شوف، عندما نرى مريضاً نحاول أن نحصل على أشعة سينية، نحاول أن نقوم بتصوير بالرنين المغناطيسي، نحاول أن نقيم ببعض الفحوصات الدموية الأخرى، ورغم القيام بكل هذا إذا لم نتمكن من العثور على السبب الدقيق للإجهاد، فإن التدخل بالقول حسناً سأحاول إجراء جراحة دمج وقد يساعد هذا في آلام أسفل الظهر المزمنة هو أمر غير منطقي. لا يوجد دليل صحيح يدعي نفس الشيء. حسناً، إذن ما هي المزايا التي لدينا في جراحة العمود الفقري خلال العقد أو العقدين الماضيين؟ ماذا حدث؟ من أين كانت وإلى أين وصلت الآن؟ الأدوات، البراغي والأقفاص التي نستخدمها هذه الأيام متقدمة جداً مقارنة بما كانت عليه في الأيام السابقة. لقد وصلنا إلى مرحلة نقوم فيها بالكثير من الجراحات طفيفة التوغل، حيث يكون هناك ضرر أقل للعضلات، نزيف أقل، وفرص أقل للعدوى.
في السابق عندما تقوم بجراحة العمود الفقري كان على المريض أن يقف في المستشفى لمدة 10 أيام 15 يوما. لا شيء من هذا القبيل الآن. هذه الأيام بدأنا في إجراء عمليات اليوم الواحد، حيث يأتي المريض في الصباح تجرى له الجراحة ويخرج في المساء بحد أقصى يوم أو يومين. حتى في أكبر العمليات الجراحية نستطيع إخراج المريض في غضون يومين إلى 3 أيام. هذا بسبب التقدم. أيضاً الأمر هو أننا قادرون على القيام بما يسمى المراقبة العصبية أثناء العملية، والتي تمكننا في الوقت الحقيقي من فهم حالة الحبل الشوكي، سواء كانت القوة الحركية أو القوة الحسية. عندما أقول القوة الحركية أعني قوة العضلات في الأطراف التي تستطيع تحريكها ضد الجاذبية، والإحساس الذي نتحدث عنه هو النظام الحسي. لذلك سنكون قادرين على تقييم كلاهما أثناء وقت الإجراء حتى نحصل على تغذية راجعة مباشرة، ونعرف في حالة إذا كنا نرتكب خطأ ما أثناء الإجراء سنكون قادرين على تصحيحه في حينه. لذلك هذا تقدم جيد موجود. ثم ما يحدث هو الذكاء الاصطناعي. عندما نتحدث عن الذكاء الاصطناعي فإنه يجمع بينه وبين الروبوتات. لذلك في الأيام السابقة ما كان يحدث هو أننا كنا نقوم بعد تثبيت العمود الفقري عن طريق تثبيته بالمسامير بوضع قبيب وفقا لذلك من أجل محاذاة العمود الفقري. لذلك في الأيام السابقة كان علينا أن نقوم بعملية المحاذاة بأنفسنا عن طريق ثناء القضبان وجعلها مستقيمة لتتوافق مع العمود الفقري. لكن في هذه الأيام لدينا ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدنا على ثني القضبان مسبقا قبل الجراحة بناء على الأشعة المقطعية للمريض المعين. أيضا عندما نضطر إلى إجراء عملية على العمود الفقري المشوه حيث لا نعرف التشريح الدقيق، أي أن التشريح يصبح مشوها إما بسبب عمود فقري مشوه أو عندما يكون المريض قد خضع لجراحة أخرى بالفعل، ما نسمي جراحة العمود الفقري التصحيحية. لذلك لسنا متأكدين من المكان الدقيق لمحاذاة العظام الطبيعية، وما إذا كان يجب علينا وضع البراغي بالضبط في هذا الموضع، وهل ستتناسب تماما مع العظم أم أنها ستدخل في الحبل الشوكي وتضرب الأعصاب أو شيء من هذا القبيل. هذه الأمور يمكن التعامل معها بشكل أفضل بكثير باستخدام الروبوتات. لذلك عندما نقول الروبوتات ليس الروبوت هو الذي سيقوم بالعمل، بل مرة أخرى الجراح هو الذي سيقوم بنسبة 95 إلى 100% سيكون الجراح هو الذي يقوم بالعمل، لكن الروبوت يساعدنا في التخطيط حتى نتمكن من تحقيق دقة تصل إلى 99% في الجراحة التي نقوم بها. كجمهور عام سيكون لديكم فكرة أساسية واضحة عن ماهية جراحة العمود الفقري، ومتى يجب استشارة جراح العمود الفقري، ومتى يجب إجراء جراحة العمود الفقري.